Audio Jungle. Audio Jungle. في ناس كل شويه كده تطلع علينا وتقول لك امريكا بتقع، الدولار بينهار، ترامب بيخرب امريكا وهيجيب اجالها. بس اللي حصل الفترة اللي فاتت دي فاجئ الناس كلها. اللي حصل كان صدمة بالارقام وبالسياسة وباللي محدش كان متخيل انه يحصل ابدا. ترامب رجع وقلب الترابيزة على الناس كلها في خلال 48 ساعة بس. في زيارته الاخيرة عمل المستحيل، 2.2 تريليون دولار استثمارات لامريكا راجعة لصالح المواطن الامريكي. يعني ايه الرقم ده؟ يعني ايه 2.2 تريليون دولار؟ خلينا اوضح لك الرقم ده قد ايه وحجم الرقم ده قد ايه. الرقم ده يساوي 5 اضعاف الدخل السنوي لمصر. الرقم ده يساوي دخل جنوب افريقيا ونيجيريا السنوي متجمعين مع بعض. انت متخيل معايا حجم الرقم اللي ترامب جمعه؟ 2.2 تريليون دولار في 48 ساعة بس من الدول العربية. ده طبعا غير الهدية اللي خدها الطيارة الرئاسية بوينج 747 دي لوحدها برقم. انا عايز ابسطها لك واقول لك لو ترامب قرر يوزع ال 2.2 تريليون دولار على المواطنين الامريكان، كل واحد هياخد في ايده كاش كده 6600 دولار، ولسه هيتبقى شويه فكه من الفلوس. بعد الفلوس اللي ترامب جابها وجمعها دي، عايز اقول لك ان الاقتصاد الامريكي رجع يتنفس من جديد. الاسهم في البورصه عليت ب5% وال7% و10% كمان. لا ولسه المفاجآت ما خلصتش. ترامب قرر وبيفكر وبيخطط ان هو يلغي الضرايب في امريكا على اي شخص بيكسب اقل من 200 الف دولار سنوي. عاوز يلغي الضرايب على اي حد بيشتغل اوفر تايم. عايز يلغي الضرايب على اي حد شغله بيعتمد على التبس والبقشيش. عاوز يدي شيك ب5000 دولار لكل اسره في امريكا، وعاوز يدي 10000 دولار بشكل سنوي لأي أم في أمريكا قاعدة في البيت بتربي ولادها وما بتشتغلش. وأي طفل هيتولد في أمريكا عاوز يدي الأسرة بتاعته 5000 دولار عشان يقدروا إن هما يصرفوا عليه. طيب دي كانت الإيجابيات اللي حصلت لأمريكا من خلال ال 2.2 تريليون دولار اللي خدهم من العرب. طيب العرب استفادوا إيه من المبلغ اللي هما دفعوه ده؟ أولا رفع العقوبات عن سوريا لأول مرة من 40 سنة. ثاني حاجة أول مرة يهاجم إسرائيل بشكل واضح وصريح واتكلم عن المفاوضات وإعادة أعمار غزة. دخل في مفاوضات مباشرة مع حماس عشان يحرر جندي أمريكي، ونتنياهو ما كانش يعرف حاجة عن المفاوضات دي لحد ما تم تحرير الجندي الأمريكي. تجاهل إسرائيل تماما في زيارته للشرق الأوسط وما عداش على إسرائيل. وده أول رئيس أمريكي يعمل حاجة زي كده، إن هو يروح زيارة للشرق الأوسط وما يروحش إسرائيل. عمل هدنة مع الحوثيين في اليمن من غير ما يجيب سيرة إسرائيل في الموضوع. يعني الهدنة دي مع أمريكا والحوثيين، إسرائيل ملهاش دعوة بالهدنة. يعني لو الحوثيين ضربوا إسرائيل أو ضربوا أي سفينة إسرائيلية دي ما تعتبرش اختراق للهدنة. وأعلن عن اتفاق نووي جديد مع ايران قريب قوي هيتم الاعلان عن تفاصيله. يا جماعه من الاخر الراجل ده لا هو مجنون ولا هو عشوائي ولا هو مهرج ولا هو جاي يهزر. الراجل ده راجل اقتصادي وراجل سياسي، عارف بيجيب الفلوس ازاي وعارف بيدير السياسه ازاي. ده راجل بيلعب شطرنج وكل خطوه بياخدها محسوبه، هدفه واضح، مصلحه امريكا اولا وفوق كل شيء. السؤال هنا، تفتكر ترامب هيهد امريكا وهيجيبها على ارضها زي ما ناس كتير ما بتقول، ولا بيعيد اعمار امريكا وبيطور من امريكا بشكل محدش يتوقعه؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات واشترك في القناة لو عاوز تعرف تفاصيل عن اللي جاي، لان اللي جاي هيبقى اخطر بكتير.